مصر بتجهز لحدث استثنائي في نوفمبر 2025 وهو افتتاح المتحف المصري الكبير اللي بدأ التخطيط ليه من أكتر من 20 سنة. المشروع اتبنى على مساحة نص مليون متر مربع عند هضبة الأهرامات بتكلفة تجاوزت مليار دولار وبتمويل مشترك بين الدولة المصرية وقرض ميسر من هيئة التعاون الدولي اليابانية. المتحف يعتبر أكبر مشروع ثقافي في العالم في القرن الحالي، مصمم إنه يضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية ويستقبل 5 مليون زائر سنويا، وده معناه إنه مش بس متحف لكنه مؤسسة متكاملة للآثار والبحث والتعليم والسياحة. أهمية الافتتاح مش في حجم المبنى بس، لكن في إنه بيمثل نقلة في طريقة تعامل مصر مع حضارتها كقوة ناعمة بترتبط بالاقتصاد والسياسة والاستثمار. لكن السؤال هنا، مصر بتستعد إزاي للافتتاح العالمي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع معانا للآخر. محافظ الجيزة عادل النجار أعلن إن المحافظة انتهت من زراعة 4000 شجرة و2200 نخلة ودهان حوالي 3000 عقار في الطرق المؤدية للمتحف، وكمان تنفيذ 575 شخصية مجسمة لتحسين المشهد البصري. الطرق الرئيسية اللي اتعمل فيها تطوير هي الطريق الدائري وطريق الفيوم وطريق الإسكندرية الصحراوي، ودي المحاور الأساسية اللي بتوصل الزوار للمكان. التطوير مش مجرد تجميل لكنه جزء من خطة مرورية وهندسية كاملة عشان تستوعب حركة ملايين السياح من غير تكدس. المتحف نفسه بيضم قاعات عرض بمساحة 92,000 متر مربع ومعامل ترميم متطورة بتشتغل بأنظمة دقيقة لحماية الآثار، ومكتبة متخصصة في علم المصريات وقاعات مؤتمرات وسينما ومناطق خدمات ومطاعم ومحلات بيع منتجات، وده بيخلي الزائر يعيش تجربة كاملة مش مجرد زيارة سريعة. أهم مقتنيات المتحف هي مجموعة توت عنخ آمون اللي هتتعرض كاملة لأول مرة من ساعة اكتشاف المقبرة سنة 1922. غير كده في تمثال رمسيس الثاني اللي اتنقل من ميدان رمسيس في 2006 وتم ترميمه وهو دلوقتي واقف في المدخل الرئيسي للمتحف. التصميم المعماري معمول بحيث يواجه هضبة الأهرامات مباشرة، وده بيخلق تكامل بصري بين المتحف والأهرامات. المبنى مزود بأنظمة ذكية للتحكم في الحرارة والرطوبة والإضاءة لحماية القطع الأثرية، وكمان معمول فيه مسارات حركة للزوار بتضمن سلاسة في الدخول والخروج. حتى مع الأعداد الكبيرة الحكومة عاملة خطة لتطوير المنطقة كلها مش بس المتحف. في ممر سياحي بيربط المتحف بالأهرامات بحيث يقدر الزائر في يوم واحد يشوف المتحف والمنطقة الأثرية بسهولة، وكمان في جراجات ضخمة ومسارات خاصة للأتوبيسات السياحية، وكمان تطوير كامل لشبكات المرافق زي المياه والكهرباء والصرف والاتصالات. والهدف إن المنطقة تتحول لمركز عالمي للسياحة والخدمات على المستوى الاقتصادي. والمشروع متوقع يضاعف دخل مصر من السياحة خلال سنوات قليلة، لأنه هيجذب نوعية مختلفة من السياح اللي بيدوروا على تجربة ثقافية متكاملة. كمان هيخلق فرص استثمار للفنادق والمطاعم والمولات التجارية حوالين المنطقة، وده غير الوظائف المباشرة في إدارة وتشغيل المتحف والخدمات المرتبطة بيه. لما نقارن المتحف المصري الكبير بمتاحف عالمية زي اللوفر في باريس أو البريتش ميوزيوم في لندن، هنلاقي إن المتحف المصري أكبر في المساحة المخصصة للعرض وأغنى في عدد القطع الأثرية من حضارة واحدة، وده بيدي لمصر ميزة إنها تمتلك أكبر متحف متخصص في حضارة واحدة على مستوى العالم. افتتاح نوفمبر هيكون مش بس حدث سياحي لكنه كمان رسالة سياسية للعالم إن مصر قادرة تنفذ مشروعات عملاقة تعكس قوتها الحضارية والاقتصادية.